السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض شنطه بسيطه قوي ورقيقه، مش هتاخد منك وقت خالص، سهله جدا بالنسبه للبنات المبتدئه. الخيط ده اسمه خيط السلسله. السمك بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، هشتغل بإبرة رقم 5، ودي اساسا مناسبه لسمك الخيط بتاعي. هحتاج لايه؟ هحتاج للمقص، وهحتاج للولاعه، وهحتاج للحلقات اللي هي بتتركب في الجناب بتاعه الشنطه، وطبعا السلسله، وممكن انت تستبدليها بايد عادي، بايد من نفس الخيط. هحتاج دي هعملها حليه كده في الشنطه. وبعدين هحتاج للماركر، وبعدين هحتاج لابره التنظيف. هنسيب يا حبايبي حوالي متر كده، متر ونص في بداية الشغل بتاعي، عشان خاطر هنحتاجه في الاخر، هنشوف هنعمل بيه ايه. وبعد كده هبتدي عادي، همسك الخيط بتاعي وهعمل عقدة البداية. همسك الخيط كده بالشكل ده، واروح مدخله الابرة بالنسبة للبنات المبتدئة بكل سهولة اهي. هدخل كده واروح سحبه الخيط بتاعي، وكده عملنا عقدة البداية. هرتفع بقى بالسلاسل. هعمل كام سلسلة؟ هعد كده 1 2 3. هركن الخيط ده كده على جنب عشان ما يلخمنيش اللي انا اخدته في البداية ده، وهشتغل بالفردة التانية. هبتدي بقى 1 2 3 4، افضل اعد كده لحد ما اوصل لكام؟ لحد ما اوصل ل 22 سلسلة. عملت يا حبايبي كده 22 سلسلة. هاجي هحط ماركر في السلسلة رقم 22، ونخلي بالنا من العدد كويس. اول الرقم 22 كده انا حطيت الماركر بتاعي، العلامة يعني. علمي باي حاجة عندك، لو ما عندكيش الماركر ده استبدليه باي حاجة، دبوس، اي حاجة، ممكن فتلة، ممكن اي حاجة. هاجي بعد كده اشتغل رقم 23 برضو، وهروح حاطه علامه. يبقى انا كده عملت 22 وحطيت علامه في ال 22، والرقم 23 حطيت فيها علامه. هبتدي بقى ارتفع بالسلاسل لحد ما اخليهم 44 سلسله. 23 بعد 23 ابتدي من 24 لحد ما اوصل ل 44 سلسله. وفي نهايه السطر بتاعي يا حبايبي يبقى معايا 44 سلسله بالشكل ده. هاجي بقى في السطر الجديد هشتغل فين؟ بصوا كده، نلف السلسله كده بالشكل ده. في نص دايره عندي اهي، هدخل فيها كده واسحب الخيط واعمل واعمل غرزه حشو بالشكل ده. والغرزه اللي بعديها برضو نفس الحكايه، مش هشتغل في السلسله من عليها من فوق، لا، وهحط الماركر في اول في اول غرزه، عشان دايما مش بتبقى باينه الغرزه الاولانيه والاخيره. هاجي هنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، اروح داخله كده في النص دايره اللي من ورا دي، واروح عامله غرزه حشو، واللي بعديها غرزه حشو، واللي بعديها، وهكذا لحد ما اوصل للعلامه بتاعتي اللي في النص. بدخل كده وبسحب الخيط بالشكل ده. هدخل كده في النص دايره اللي من ورا واسحب الخيط هدخل كده واسحب الخيط، وهكذا. وبكده يا حبايبي انا وصلت للماركر اهو زي ما انتم شايفين. هشيل العلامه الاولانيه اهو، هشيل العلامه الاولانيه، وهشتغل في الغرزه دي، هشتغل فيها غرزتين في نفس المكان بتاعي. هدخل برضو كده في النص دايره بتاعتي، وهعمل ادي 1 ادي 2 بالشكل ده. هسيب اول غرزه، وهاجي في الغرزه التانية اللي انا عاملاها هعمل فيها العلامه بتاعتي. وبعد كده اشيل الماركر التاني اللي بعديه على طول، وهشتغل برضو غرزتين. هدخل كده اسحب الخيط واعمل اول غرزة، وبعدين تاني غرزة، وهعلم الغرزة الاولانية. يعني هعلم كده، يبقى انا زودت كده غرزتين في النص، هعلم الغرزتين اللي في النص. انا هشتغل غرزة، والغرزة اللي بعديها هعلمها، وفي الغرزتين التانيين هعلم الاولى. في الغرزتين الاولانيين هسيب الاولانية واحط الماركر، وفي الغرزتين التانيين هحط الماركر في الاولى واسيب التانية. تمام. المهم الماركر يبقى في النص بالظبط، من هنا ومن هنا. وبعد كده هكمل بقى السطر عادي في الحلقه اللي هي الخلفيه من ورا كده اهو، في الدايره النص دايره عندي. هكمل بقى
غرز حشو. هشتغل في النص دايرة بتاعتي لحد اخر السطر، واكمل السطر كده بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر يا حبايبي انا اوصل للماركر بتاعي، هشيل الماركر وكده. ده الشكل النهائي بتاع السطر التاني. كان معايا 44 سلسلة في اول السطر. تاني سطر كده انا زودت غرزتين، بقى معايا كام؟ 46 سلسلة. خلاص انا كده السطر بتاعي خلص. هعمل هرتفع سلسلة في نهاية السطر، ارتفع سلسلة وهعمل غرزة حشو. بس انا هشتغل فين بقى؟ هشتغل في الحلقة الخلفية. تمام. هاجي هنا كده، وهاجي عندي حلقتين في الغرزة بتاعتي. هسيب الحلقة الامامية واشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. شايفين؟ ادخل كده بالابرة وهخرج واعمل غرزة حشو، وهعلم اول غرزة معايا. دايما بنعلم الغرزة الاولى والاخيرة، وبنعلم الغرز اللي في النص. وهدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو بالشكل ده. هفضل اعمل غرزة حشو كده برضو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي. هدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، كل غرزة وفوقيها غرزة بس بالشكل ده. وصلت للماركر يا حبايبي. عملت كده الغرز بتاعتي. هشيل العلامة بقى كده وهدخل في الحلقة الخلفية برضو هعمل غرزتين مكان الماركر، برضو نفس اللي انا عملته في السطر اللي فات. اول غرزة وتاني غرزة، وهعلم تاني غرزة. هرجع الماركر تاني قبل ما انسى بالشكل ده. وهاجي اللي بعديها برضو هشيل الماركر واعمل غرزة في نفس الحلقة بتاعتي الخلفية. ادي واحد، ادي اتنين بالشكل ده، وهعلم الغرزة الاولانية. يبقى كده علمنا الغرزتين اللي جنب بعض. تمام. هاجي بقى بعد كده هشتغل عادي لحد نهاية السطر، غرزة برضو فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص السطر كله، ونرجع نشوف هنعمل ايه. وفي نهاية السطر يا حبايبي هاجي لحد العلامة بتاعتي برضو هشيلها، وهشتغل غرزة حشو في اخر حلقة عندي خلفية بالشكل ده. اسحب الخيط واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة والف الشغل بتاعي. وبرضو في الحلقة الخلفية هشتغل اول غرزة في السطر الجديد، وما انساش احط العلامة بتاعتي. وهشتغل بقى عادي كده. هيبقى شكل السطر بتاعي بعد ما خلص بالشكل ده. هيبقى كام غرزة؟ اول سطر كان 44، تاني سطر كان 8 كان 46. بعد كده ده السطر ده يبقى 48 غرزة. هرتفع سلسلة وهدخل كده اعمل اول غرزة وبعدين تاني غرزة عادي في الحلقة الخلفية. همشي كده برضو غرزة جنب غرزة في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل برضو للعلامة بتاعتي اللي فيها الماركر في النص. ووصلت برضو للعلامة بتاعتي هشيلها بالشكل ده، وهشتغل برضو غرزتين في غرزة واحدة في الحلقة الخلفية. اول غرزة ادي واحد، ادي اتنين في نفس مكاني بالشكل ده. وهعلم تاني غرزة. هسيب اول غرزة مش هعلمها وهحط العلامة في تاني غرزة، وهشيل العلامة التانية وهشتغل برضو غرزتين في غرزة واحدة. هسحب الخيط كده بالشكل ده. ادي واحد، ادي اتنين، وهعلم اول غرزة معايا. هحط العلامة مكانها عشان ما انساهاش بالشكل ده. وهكمل السطر يا حبايبي بنفس الطريقة في الحلقة الخلفية، غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي. هخلصها وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر يا حبايبي وبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وكده هيبقى معايا كام؟ هيبقى معايا 50 غرزة.
في نهاية السطر ده كده 50 غرزة. تمام. هدخل برضو في الحلقة الخلفية كده لحد ما اقفل السطر معاكم وابتدي في السطر الجديد بالشكل ده. هشيل العلامة واشتغل مكان العلامة غرزة واحدة وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل برضو في الحلقة الخلفية بنفس الطريقة. ادي اول غرزة وهعلمها، وفي الغرزة اللي بعديها نفس الكلام برضو في الحلقة الخلفية بالشكل ده. هشتغل في كل غرزة غرزة في الحلقة الخلفية. بس يا حبايبي كده بصوا، ده كل اللي جاي بعد كده يبقى تكرار للسطور اللي انا عملتها دي. هفضل اشتغل بنفس الطريقه كده لحد ما يبقى معايا 60 غرزه. اشتغل ارتفع سلسله وامشي في الحلقه الخلفيه واجي في كل مكان من العلامه بتاعتي بزود غرزتين، بزود غرزه هنا وغرزه هنا، كل سطر بزود فيه غرزتين لحد ما اوصل ل60. انا دلوقتي معايا 50، السطر ده المفروض يبقى 52. هرتفع بقى بالسطور بتاعتي لحد ما اخلص اوصل ل60 غرزه، وبعد كده نكمل نشوف هنعمل ايه. ارتفعت يا حبايبي بالسطور، عملت 5 سطور وانا كان معايا 3 من الاول، يبقى كده ايه 8 سطور. وصلت ل60 غرزة زي ما قلت لكم. هخلص السطر بقى ده كده، هدخل في الغرزة بتاعتي في الحلقة الخلفية وهشتغل واقفل السطر معاكم. هسحب كده الايه الماركر واشتغل مكانه غرزة بالشكل ده، وهو ايه والف الشغل وارتفع سلسلة واشتغل اول غرزة بالشكل ده واحط الايه واحط الماركر تاني مكانه. هشتغل بقى في السطر ده في الحلقة الخلفية بنفس الطريقة برضو لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي بالشكل ده. ووصلت يا حبايبي للعلامة بتاعتي. فضلت ماشية طول السطر في الحلقة الخلفية بغرزة حشو، وهشيل العلامة كده وهشتغل مكان العلامة بقى كده. انا هوقف التزايد بتاعي مش هتزايد. هعمل اول غرزة في المكان بتاعي غرزة واحدة، وده اول سطر مش هتزايد فيه، وهشيل الماركر برضو من العلامة التانية وهعمل غرزة حشو برضو عادي، ومش هتزايد برضو في الغرزة دي، وهحط العلامة عادي. اهم حاجة عندي ان احنا نخلي بالنا من العدد ونخلي بالنا من العلامة، لازم نحطها مكانها كل سطر. تمام. وهخلص بقى السطر عادي غرزة فوق كل غرزة لحد ايه في الحلقة الخلفية لحد نهاية السطر بنفس الطريقة. وصلت يا حبايبي لنهاية السطر بالشكل ده. هاجي برضو هشيل العلامة بتاعتي وهشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية برضو بنفس الطريقة بالشكل ده. وبكده انا خلصت السطر ده. هعمل ايه بعد كده؟ بصوا شكل الايه شكل الشنطة يبقى معايا كده لحد الايه النقطة اللي احنا وصلنا من ليها. هاجي بعد كده حبايبي هرتفع للسطر الجديد برضو بنفس الطريقة وهشتغل في الحلقة الخلفية برضو بنفس الايه بنفس الطريقة واحط العلامة بتاعتي بس. هاجي بقى كل اللي انا هعمله بعد كده اهو. انا كده عملت ايه؟ عملت اول سطر من غير ايه من غير سطر ثبات من غير تزايد. تمام. وكانوا معايا 60 غرزة اهو، وده الشكل ده هيبقى معايا كده. هعمل بعد كده بقى سطور ثبات. هعمل كام سطر ثبات؟ السطر الاولاني ده
انا عملت سطر هعمل عليه 34 سطر تاني ثابت. تمام، هخلصهم ونرجع مع بعض عشان نشوف هنكمل الشنطة بتاعتنا ازاي. ارتفعت يا حبايبي بالسطور زي ما انتوا شايفين، وده شكل الايه، شكل الشنطه بتاعتي بعد ما خلصت سطور الثبات بتاعتها. طبعا الاول هنراجع مع بعض كده، احنا كنا عاملين ايه، كنا عاملين 8 سطور، وكنا بنتزايد في كل سطر ايه، في كل سطر من السطور بتاعتي غرزتين لحد ما وصلت ل 60. ابتديت 44 وبعد كده عملت، فضلت اتزايد لحد ما وصلت ل 60. بعد ال60 عملنا كام، عملنا 35 سطر ايه ثابت. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35. كده عملنا 35 سطر ثابات و8 سطور من اللي ايه، السطور اللي كنا بنتزايد فيها. تمام. طيب السطر ده بالنسبه لي هيبقى الايه، سطر ال44. هشتغل كده في الحلقه الخلفيه برضو بنفس الطريقه. في كل غرزه هشتغل غرزه حشو ونحط العلامة بتاعتنا، ونخلي بالنا اصلا عشان الغرزة الاولانية دي مش بتبان وممكن تعمل لنا تناقص في الغرز وتبوظ لنا شكل الشنطة. هشتغل بقى غرزة في كل غرزة لحد ما اوصل للماركر بتاعي عشان نشوف هنكمل الشنطة بتاعتنا ازاي. برضو شغلي كله في الحلقة الخلفية في الشنطة. هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. هفضل يا حبايبي شغاله كده لحد ما اوصل للايه، للعلامه بتاعتي برضو في الحلقه الخلفيه، وهاجي قبل العلامه بغرزه. انا كده خلصت كام، عملت كام، عملت 28 غرزه حشو. كده فاضل عندي غرزتين. هاخد الغرزه 29 والغرزه 30 اللي هي فيها الماركر دي، الغرزه 30 هاخد كده، هدخل كده تحت الحلقه الخلفيه كده واسحب الخيط ومش هخرج. هدخل برضو تحت الحلقه التانية ومش هخرج. كده بقى معايا 3 اخرج منهم كلهم مره واحده. يبقى انا عملت ايه، عملت تناقص في غرزة، ده اسمه تناقص. كده تناقصت في الغرزة الايه، ال29 وال30. هاجي برضو في الغرزتين اللي الجايين هدخل كده واسحب الخيط في الحلقة الخلفية ومش هخرج، وادخل في الغرزة اللي بعديها برضو ومش هخرج. يبقى كده هتناقص برضو في الغرزتين دول. تمام. واروح حاطة العلامة ايه بتاعتي. وبعد كده دي برضو هتبقى الغرزة بالنسبة لي الايه، اللي هيتبقى معايا كام، هتبقى معايا 28 غرزة. هشتغل 28 غرزة برضو بالشكل ده. هما كانوا 30 و30، تناقصت في غرزتين بقوا 29 و29. تمام. هفضل بقى شغالة في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص. وصلت يا حبايبي لاخر السطر. هشيل العلامة كده وهشتغل غرزة برضو في الحلقة الخلفية في مكان العلامة، وارتفع سلسلة والف الشغل معايا بالشكل ده. وهاجي برضو هشتغل في الحلقة الخلفية اول غرزة، وهحط العلامة مكانها برضو. ودي تاني غرزة هحط العلامة مكانها عشان ما انساهاش. هفضل شغالة بقى غرزة في كل غرزة في الحلقة الخلفية برضو لحد اللي ايه، قبل الماركر بايه، بغرزة قبل العلامة بتاعتي بالغرزة. هعمل يا حبايبي 27 غرزة، وهاجي في الغرزة 28 والغرزة 29 هاخدهم في غرزة واحدة. هشيل العلامة بتاعتي اهو، وهاجي هنا في الغرزة 28 و29 هدخل كده ومش هخرج، وفي الغرزة 29 مش هخرج، واخرج من الثلاث حلقات مرة واحدة، وهحط الماركر مكانه. وبرضو هشيل العلامة التانية وهتناقص في غرزتين تانيين بالشكل ده، وهخرج منهم مرة واحدة بالشكل ده، وهحط برضو العلامة عشان منساش. هشتغل بقى غرزة فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. خلصت يا حبايبي السطر، وهقفل السطر بتاعي وارتفع سلسلة والف الشغل معايا،
وهشتغل في الحلقة الخلفية برضو السطر ده نفس الحكاية. هفضل شغالة غرزة في كل غرزة برضو في الحلقة الخلفية. الشنطة بتاعتي كلها الغرز بتاعتها في الحلقة الخلفية من ساعة ما ابتدينا. وما انساش كل سطر لازم احط العلامة بتاعتي عشان اعرف عدد الغرز. كل اللي هيحصل بعد كده هيبقى تكرار للسطر اللي انا شغالة فيه ده. هشتغل السطور بتاعتي، عدد السطور بتاعتي ابتدي برضو كده واحط العلامة واشتغل لحد ما اجي ناحية الماركر. اجي قبل الماركر اروح عاملة ايه، اخد الغرزة اللي قبل الماركر والغرزة بتاعت الماركر في غرزة واحدة. المهم ان انا هفضل اتناقص وهعمل تكرار للسطر للسطور بتاعتي اللي انا شغاله فيها. هفضل اتناقص بالغرز لحد ما اوصل لحد ما اوصل ل 44 غرزه زي ما ابتديت الشنطه بتاعتي. انا دلوقتي تناقصت في السطر اللي فات سطرين، والسطر ده غرزتين اقصد، وفي السطر ده هتناقص غرزتين برضو، وافضل كل سطر اتناقص غرزتين بنفس الطريقه بنفس الفكره لحد ما اوصل ل 44 غرزه. خلصت يا حبايبي السطور بتاعتي، فضلت اتناقص لحد ما وصلت ل 44 غرزه. ده اخر سطر معايا اهو في 44 غرزه. هقفله معاكم بالشكل ده، وبعد كده ايه هنشوف هنقفل الشنطه بتاعتنا ازاي. هسحب بقى الخيط خلاص كده وهفصله، واخد جزء عشان اخيط بيه الشنطه بتاعتي من الجنب، جزء زي اللي خدته في الايه في اول ايه في بدايه الشغل بتاعي. هقصه كده بالشكل ده وهسحبه. بس يا حبايبي هنا الجزء ده زي ده بالظبط اهو، وانا خيطت الجزء التاني وهخيط ده معاكم عشان اوريكم انا قفلتها ازاي من الجنب التاني. تمام، يعني انا قفلت جنب من هنا، هقفل الجنب ده معاكم، وهنا 44 غرزه وهنا 44 غرزه. تمام. هاجي بقى بعد كده هشيل الماركر، خلاص انا كده مش محتاجاه. هلضم الفتله بتاعتي في ابره التنظيف بالشكل ده، وهاجي هنا همسك الشغل بالشكل ده. شايفين؟ هاجي هنا في حلقتين من هنا وحلقتين من هنا اهو قدامي اهو. انا مش هاخد الحلقه الاولانيه، هاخد الحلقه الداخليه اللي هي الحلقه الخلفيه، وهاخد الحلقه الاماميه من الناحيه دي. يعني هاخد الحلقتين اللي في النص دول واسيب الحلقتين اللي على الحرف. تمام. هاخد كده بالشكل ده، هاخد الحلقه دي مع الحلقه دي كده، واروح سحبه الخيط واخيط، وهرجع برضو تاني من مكان ما ابتديت. اخد الحلقة الخلفية مع الحلقة الامامية دي قدامي، واروح سحبة الخيط واخيط. كل غرزة قدامها غرزة بتاعتها بالشكل ده. اخد الغرزة دي مع الغرزة دي اهي، اخد كده دي مع دي، واروح سحبة الخيط ومخيطة بالشكل ده. نفس الطريقة كده هفضل اخيط فيها كده كل غرزتين مع بعض في الحلقتين اللي هما اللي من جوه، واسيب الحلقتين اللي من بره اهو. واحاول اشد الخيط في ايدي عشان الشنطه بتاعتي تبقى متماسكه الى حد ما اهو. هاخد الغرزه دي مع الغرزه دي وهسحب الخيط، الغرزه دي مع الغرزه دي وهسحب الخيط بالشكل ده. هفضل بقى كده لحد ما اخلص الايه الغرز بتاعتي كلها. وبعد خلاص يا حبايبي انا كده قفلت الجنب ده مع الجنب ده بالشكل ده. وخلاص هدخل بقى الايه الابره بتاعتي من جوه عشان اداري الخيط الزياده ده. طبعا مش هدخل كل الخيط ده، هدخل جزء بس بسيط. هدخل كده من جوه بالشكل ده وهقلب الشغل، واحاول ان انا ادخل جزء من الخيط بتاعي في تحت الشغل عشان خاطر ايه، عشان خاطر الشنطه بتاعتي تبقى متماسكه وما ايه ما تنسلش ولا يحصل لها حاجه. هدخل كده تحت الشغل من غير ما ابين الخيط بتاعي خالص، باي طريقه بقى انت تحبيها، بس المهم ان احنا ايه ما الخيط بتاعنا ما يبقاش باين بالشكل ده.
هكتفي بالجزء اللي انا دخلته ده كده، وهروح سحبه بقى الايه قصه الخيط بتاعي كده، وهحاول ان انا ايه احرقه كده، وبكده اكون ايه قفلت الجزء بتاع الشنطه دي، وفاضل الجزء الايه التاني اللي احنا هنعمله اهو. وده شكل الشنطه بتاعتي. همسكها كده، هحاول ان انا ايه احدد الجناب بتاعتها اللي انا هحط فيها الحلقات في الاخر، بس عشان خاطر انا هعمل غرز منزلقه، فالغرز المنزلقه بتلم الشنطه، فممكن ايه تتوه مني، ما اعرفش ان انا ايه احدد المكان اللي انا هعمل فيه الحلقات بتاعتي. هحط الماركر هنا، وهحط الماركر من الناحيه التانية برضو بنفس الطريقه، عشان اعرف بس المنتصف من الجنب ده والمنتصف من الجنب ده بالشكل ده. هاجي بعد كده بقى هسحب الخيط بتاعي وهشتغل وهلف الشغل بتاعي بغرز منزلقه. بس يا حبايبي هنا بقى هنشتغل بغرز منزلقه. طبعا احنا الحلقات بتاعتنا مش باينه، فحاول اوجد لنفسي مكان كده على قد ما اقدر هنا في الاماكن دي كده اهو هشتغل في الغرز دي كده من فوق الغرز، من فوق السطور كده، هشتغل في كل مكان من الاماكن بتاعتي دي غرزه منزلقه لحد ما الف الايه الف الشنطه كلها بنفس الايه بنفس الطريقه اهو. هدخل هنا وهنا وهنا كده، اسحب الخيط واشتغل ايه غرز منزلقه. هسحب بقى الخيط من اي مكان من الشنطه بتاعتي بالشكل ده، واخد سلسله عشان خاطر اثبت بس الخيط بتاعي في قلب الايه في قلب المكان في قلب البدايه بتاعتي بس. وهدخل في اول فتحه هتقابلني على طول اهو، هدخل كده واسحب الخيط واخد منزلقه، واللي بعديها برضو هدخل كده واسحب الخيط واخد منزلقه، واللي بعديها برضو هدخل برضو اسحب الخيط واخد منزلقه. هفضل ماشيه بقى كده طول السطر بنفس الطريقه. هدخل في قدام كل سطر من السطور بتاعتي دي اروح عامله غرزه منزلقه لحد ما اوصل لمكان مكان ما ابتديت بنفس الطريقه. فضلت ماشيه يا حبايبي طول السطر بغرزه منزلقه زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل للعلامه. اول غرزه ابتديتها طبعا انا نسيت احط لكم العلامه في اول في الجزء اللي فات، فما تنسوش بقى، سامحوني، ما تنسوش تحطوا العلامه في اول غرزه منزلقه. تمام. هاجي كده اهو، انا وصلت لفين؟ وصلت للعلامه بتاعتي اهي. هسحبها كده ادخل في مكان العلامه، واروح برضو ايه عامله غرزه منزلقه، ودي هتبقى بدايه السطر معايا الجديد. والغرزه اللي بعديها برضو هدخل اعمل غرزه منزلقه بالشكل ده اهو، واحط العلامه برضو عشان ما انساش، اعرف البدايه بتاعت السطر من ايه من نهايته. تمام. احط العلامه بتاعتي هنا كده عشان الغرز المنزلقه ما بتبقاش باينه اصلا، لما بتخلص ما بتبقاش باينه، ممكن تتوهي في السطور. هتفضلي ماشيه بقى فوق كل غرزه من الغرز بتاعتك عادي غرزه منزلقه بنفس الطريقه كده اهو. هفضل ماشيه اعمل غرز منزلقه فوق كل غرزه لحد ما اعمل ايه، هعمل 5 سطور، 5 سطور فوق بعض يا حبايبي. تمام اهو، هعمل 5 سطور وبعدين عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعدين ارجع لكم تاني عشان خاطر نشوف هنكمل الشنطه بتاعتنا ايه هنقفلها ازاي. وبكده حبايبي انا خلاص كده عملت 5 سطور اهو، ووصلت لايه للعلامه بتاعتي
اهو هسحب الخيط بقى كده واخرج كده عشان اقفل الشنطة. خلاص كده عملت 5 سطور منزلقة، وبقى ده الشكل عندي اهو. 1 2 3 4 5، 5 سطور منزلقة فوق بعض. تمام. هاجي بقى اشيل العلامة بتاعتي اهو، هلضم الخيط في الابرة بتاعتي بالشكل ده عشان اقفل الشنطة اهو وافنشها. بصوا شايفين اهو، في هنا غرزة اهي، والغرزة اللي انا كنت حاطة فيها الماركر. هاجي في الغرزة اللي انا كنت حاطة فيها الماركر هدخل فيها كده اهو بالشكل ده، هسيب غرزة وهدخل في الغرزة اللي بعديها اللي هي كان فيها الماركر. تمام. وهسحب الخيط كده، وهاجي الغرزة اللي انا خارجة منها لسه دلوقتي كده اروح داخلة بالخيط بالشكل ده اهو، واروح سحبه اهو عشان خاطر يديني في الاخر نفس التناسق بتاع السطر، ان هو الحلقات بتاعتي تبقى متناسقه كده بالشكل ده. خلاص وبكده بكون قفلت الشغل بتاعي. هبتدي بقى ادخل الزياده بتاعه الخيط دي في قلب الشغل من غير من غير انضفه في وسط الخيط من غير ما اخليه طبعا يبان اهو. هدخل كده من جوه الاول اظبط الشغل من هنا كده اهو، وبعدين ابتدي ادخل الخيط بتاعي من جوه واحاول ان انا اداريه في قلب الشغل بالشكل ده. خلاص يا حبايبي كده انا خلاص دخلت الخيط بما فيه الكفايه. هبتدي بقى خلاص افصله واحاول ان انا احرقه كده عشان ما ينسلش بنفس الطريقه اهو. وده كده شكل الشنطه بتاعتي كده بعد ما اتقفلت اهو. منظر الغرز المنزلقه بقت بالشكل ده. وهبتدي بقى اخيط ده كمان ادخله جوه الشغل اخلصه وارجع لكم تاني عشان خاطر نركب الحلقات. وده شكل الشنطة يا حبايبي بعد ما خلصت وركبنا الحلقات بتاعتها وركبت اليد بتاعتها السلسلة وركبت اللوجو. وده شكلها بسيط خالص وسيمبل وما خدتش وقت خالص وسهل تنفذيها بكل سهولة وبساطة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسنيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.